السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. الفيديو ده لكل بنت لسه لابسة الحجاب جديد، ألف مبروك وربنا يديم عليكي نعمة. وبرضو الفيديو ده لكل البنات المحجبة، لأنكم إن شاء الله هتلاقوا فيه معلومات هتفيدكم وشوية نصايح، فننصحكم إن انتوا تكملوا الفيديو من الأول للآخر. اول نصيحة انصحك بيها اختيار الحجابات اللي هي هتريحك وتكون سهلة وعملية ومريحة في شكلها وفي اللفة بتاعتها. فافضل نوع حجاب انصحك بيه ان انت تبتدي بيه في الاول وهو قماشات الطرح الشيفون، لانها سهلة عملية مريحة خفيفة في لفتها وفي شكلها. عايزة اقولك كمان ان في القماشات الشيفون لما تيجي تجيبي طرحة شيفون في اكتر من خامة في الشيفون ذات نفسه، يعني في خامة بتكون تقيلة شوية وخشنة، وفي خامة بتكون خفيفة خالص. فانا بالنسبة لي الخفيفة، الشيفون الخفيف ما بعرفش الفه وما بيكونش مريح. انا بحب الشيفون اللي هو يكون شوية تقيل وخشن. يعني هحاول برضه هوريكم من الطرح المفضلة عندي طرحة زي دي قماشتها طبعا زي ما انتوا شايفين شيفون، ولكن الشيفون بتاعها تقيل شوية والملمس بتاعه خشن. فدي من انواع الطرح او من انواع القماشات اللي بتكون حلوة جدا وسهلة جدا انك تلفيها. في نوع شيفون تاني برضو دي قماشتها اخف من اللي قبلها بشوية يعني مش حاجة كتير خالص، وكمان ملمسها بيكون انعم شوية، ولكنها برضو حلوة وسهلة جدا في اللف. من الحاجات اللي انا منصحكيش بيها في البداية وهي انك تجيبي قماشة طرحة مثلا شيفون بس منقوشة زي الطرحة دي شيفون برضو، بس زي ما انتوا شايفين فيها نقشة. فانا منصحكيش ان انت تجيبي دي في الاول وانت لسه لابسه الحجاب جديد. ليه؟ مش عارفه تعملي منها مثلا لفات او مش لايقه على حاجات كتير، فممكن ما تفضليش النوع ده في البدايه. وبرده من الحاجات اللي انا منصحكيش ان انت تجيبيها في الاول وهي قماشات الطرح الستان، لانها محتاجه احترافيه شويه ان انت تعرفي تلفيها وان انت تعملي منها طرق لفات للحجاب بتاعك. وبرده قماشات الطرح القطن برضو هتكون صعبة شوية في اللف بتاعها، لانها في الاول كده ممكن تبقى صعبة، وكمان تبتدي ان انت تتخنقي وتتضايقي من الحجاب، تزهقي وتنزعجي من الحجاب. وبعد كده ان شاء الله لما تتمكني كده من لبس الحجاب بعد فترة هاتي اللي يعجبك واللي نفسك فيه. ندخل بقى دلوقتي على موضوع الالوان في الحجابات. برضو في البداية افضل الالوان اللي انت تجيبيها تكون الالوان السادة، وكمان اللي انت بتحبي شكلها واللي انت شايفاها انها هتكون لايقه عليكي وعلى وشك وعلى كمان اكيد اللبس اللي انت هتلبسيه، واكيد علشان يحببك في الحجاب اكتر. تعالي بقى وانت بتشتري الحجابات بتاعتك في الاول انصحك ان انت ما تكتريش وتجيبي حاجات كتير، خليكي في البدايه كده في حاجات بسيطه 3 4 علشان انت هتجيبيهم من نوع قماشة واحدة. ممكن بعد كده في نوع قماشة تاني تعجبك وتفضليها، فما تكونيش جبتي كمية كبيرة من نوع قماشة واحدة بس. يعني تكوني جربتي الاول الحجاب بتاعك وجربتي اللفات اللي انت هتعمليها، وكمان نوع القماشة لو عجبتك هتكملي عليها، في حاجات تانية عجبتك هتبتدي ان انت تجيبيها. عشان كده بقولك ما تجيبيش حاجات كتير في الاول لحد ما تستقري على النوع اللي انت حبيتيه. وطبعا من الحاجات اللي انت لازم تجيبيها وانت بتشتري الطرح بتاعتك وهي البندانة. فايدة البندانة انها هتثبت الطرحة بتاعتك، هتخليها مش هتتزحلق وهتظبط الطرحة بتاعتك، ده اكيد يعني. فلازم تجيبي البندانة مع الطرحة. افضل ان البندانة تكون من نفس لون الطرحة لانها بتكون شكلها افضل واحلى واشيك بكتير، او اقرب لون ليها. ولكن في البداية مش هصعبها عليكي، خليكي في الاول كده في الالوان الاساسية اللي هتلاقي على اغلب الطرح اللي انت هتجيبيها، وهو الابيض والاسود، ولو حبيتي تضيفي لون كمان ممكن يكون اللون البيج. ومن البندانات اللي موجودة وشكلها بيكون حلو في اللبس وبتكون مظبوطة جدا البندانات السوري، والافضل ان هي بتكون مقفولة من ورا علشان ما تبينش شعرك من ورا. لو الطرحة شيفون وخفيفة يكون كل الشعر متداري. يعني بندانة زي دي بندانة بيضة عادية مقفولة هي من ورا، عشان هي عاملة زي الطاقية، يعني عشان لما تلبسيها تلملك زي ما قلتلك شعرك كله وتداريه. وفي بندانات وانتي بتشتريها الجزء اللي من قدام ده اللي هو هيبان من قدام، في جزء بيكون عريض الخياطة يعني بتكون راجعة لورا اكتر، وفي الخياطة بتكون طالعة لقدام. طبعا انصحك ان انتي تجيبي اللي هي العريضة علشان
حرف الخياطة ما يبانش من تحت الطرحة. وفي كمان نوع افضل من ده ما بيكونش فيه خياطة خالص، كلها بتكون حتة واحدة، فدي برضو حاجة كويسة جدا وبرضو بيكون مقفول. في نوع بندانة تانية عشان لو حبيتي تعملي لفة الطرحة بتاعتك لوس كده وتكون مفتوحة من قدام، طبعا علشان رقبتك ما تبانش، ففي برضو بندانات بتكون بالشكل ده بيكون الشكل بتاعها نفس شكل البندانة التانية، انها بتلم كله من ورا، ولكن فيها الجزء اللي من تحت ده علشان يدخل مثلا جوه اللبس من جوه، بحيث ان رقبتك ما تبانش او من ورا برضو ما يبانش، وبتكون فيها استك من ورا بالشكل ده علشان تلم الجزء ده. ما بتكونش تقيلة او تزهق او تحرر قوي في الصيف، لان برضو القماشة بتاعتها بتكون قطن وبتكون خفيفة ومريحة جدا، زائد ان انت هتعملي الطرحة لوس فهتكون سايبة، يعني مش هتكوني لفة عليها طبقات كتير. لو عايزين تجيبوها في البداية وتجربوها علشان ما تجيبوش منها مثلا اكتر من لون، هاتوا واحدة وجربوها، لو ارتحتوا فيها فتقدروا بعد كده لو عجبتكم تجيبوا الالوان بتاعتها او تجيبوا منها اللونين الاساسيين اللي هو الابيض والاسود. نيجي بقى دلوقتي لاهم حاجه البنات طبعا بتدور عليها، وهي لفه الطرحه بتاعتها. صدقيني وخليني اقولك كده ان موضوع لفه الطرحه دي هترجع للتجربه، يعني في لفه ممكن تشوفيها على واحده تعجبك جدا، هتيجي تجربيها هتلاقيها بقت حلوه وتظبط عليكي فتعتمديها وتكملي بيها، وفي لفه برضو ممكن تعجبك لكن لما تيجي تعمليها تلاقيها مش ظابطه عليكي وشكلها مش حلو. هاتي بقى الطرح اللي عندك والطرح اللي عند اخواتك وقفي قدام المرايه وجربي زي ما انت عايزه، وشوفي الحاجه اللي هتعجبك وهتظبط عليكي وهتعمليها بعد كده. وعايزه اقول لكم برضو ان انا عندي على القناه هنا فيديو عن الحجاب برضو للمبتدئين في الحجاب، وفي عن مكملات الحجاب لو عايزين تعرفوا ايه هي مكملات الحجاب، وعن بعض لفات الطرح. كل الفيديوهات دي هتلاقوها في قائمة تشغيل عندي هنا اسمها فاشن وتنسيقات، هتلاقوا فيها كذا فيديو. واخر حاجة انصحك بيها طبعا وانت رايحة تشتري الحجاب بتاعك والحاجات اللي تخص الحجاب، اكيد هتشتري الدبابيس. الدبابيس انواع كتير، في الدبابيس اللي هي القديمة اللي هي الكبيرة اللي بالشكل ده، طبعا انا منصحكيش ان انت تجيبيها خالص لانها كبيره جدا وضخمه وادمت ومش هتنفع معاكي، بس دي انت ممكن تجيبيها في حاله واحده، وهي ان انت ممكن تحطيها في البندانه من ورا لو البندانه مثلا وسعت فانت عايزه تضيقيها، او لو البندانه مفتوحه وانت عايزه تقفليها تحطي لها دبوس كبير من ده، او اي حاجه داخل الحجاب من جوه. يعني دبوس زي ده منصحكيش ان هو يكون من بره خالص. وفي دبابيس تانية وهي اسمها الدبابيس السحريه، انا هحاول اقرب لكم انا الحاجه دي من الكاميرا احسن. يعني بصوا انواع الدبابيس، في مثلا الدبابيس اللي هي دي بتكون راسها كبيره شويه وبيكون الدبوس طويل، فطبعا دي هتكون حلوة جدا في لفة الحجاب بتاعتك وهيكون كمان سهل في الاستخدام. وفي انواع دبابيس تانية زي الملونة دي بتكون برضو راسها صغيرة ولكنها بتكون قصيرة، ممكن تجيبيها لو انت مثلا عايزة تحطي دبوس كده بلون الطرحة يكون باين، مش هيكون سيء على فكرة، هيكون شكله حلو، بس لو دبوس واحد هيكون شكله ألطف يعني. وفي الدبابيس اللي هي زي دي علشان تحطيها يعني تعملي الحجاب بتاعك من قدام، وفي الدبابيس المشبك اللي هي العادية اللي زي دي، طبعا في منها احجام، افضل انها تكون الاحجام الصغيرة. وهوريكم برضو دبوس ده اسمه الدبوس السحري. اولا بيكون حلو جدا، اطلع بس قدام الكاميرا، هو بيكون حلو جدا ان هو ما بينتش الطرحه لان هو مش دبوس ابره. انا هوريهولكوا دلوقتي بجد الدبوس ده حلو جدا وفعلا عملي، وانا لابساه دلوقتي، يمكن في جزء بس منه هو اللي باين، ولكن ممكن يتدار خالص مع لفه الحجاب بتاعي. وكده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ده الانستجرام بتاع الفاشن والتنسيقات، اللينك بتاعه واللينك بتاع الانستجرام التاني وكل اللينكات هتلاقوها في الديسكريبشن. ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم، ويلا بينا نشوف معلومة فيديو النهاردة بتقول ايه.